سؤالك ايه عشان سؤالي الان. اتفضل. بلغنا وأن التثبت، الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا وتثبتوا، هذه بقى قراءة حلوة، فتبينوا فتثبتوا، ما اختلف رسم عثمان، تبين نفس المعنى. أن زوجة المهدي تتمتع، صحيح هذا ولا غير صحيح؟ أنا أرجوك أستاذ عدنان، هذا الكلام لا يصح. هذا الكلام أستاذ عدنان لا يصح، هذا الكلام حسبي. لا أقبل بهذه الإهانات. لا حول ولا قوة. لا أقبل. أنت رجل دين، أنت رجل دين والناس تسمع. هذه صفات لا أقبل أن تطلع. أستاذ محمد، هذا الكلام لا أقبل به. أنت في مناظرة علمية. لا أقبل به. أنا لا أقبل به هذا الكلام. شيخ صادق. يحترم مقدمات. أنا جالس هنا في مناظرة علمية، والرجل رجل دين يستهزئ. لا أقبل بهذا الكلام يا شيخ صادق. أنا لا أقبل بهكذا كلام. يا شيخ عدنان من فضلك. شيخ صادق. يعني الإنسان يعني خلقه هو المقدم على طرحه العلمي، على استفهامه. لا والله لن تتحدث. شيخ صادق، أنت في مناظرة علمية أليس كذلك؟ مناظرة علمية بس فيها أدب. لا يخل بالأدب. لا أنت غلطان. أنت غلطان يا شيخ صادق. عارف ليه؟ لا يخل بالأدب. عارف ليه؟ لأنك أنت على مدار الحلقات الماضية لا أنت ولا سليم هذا أتيتم بدليل ناصع على مهديك المزعوم. اسمع بس يا شيخنا، طيل الحلقات الماضية ما تكلمت والله ما تكلمت ولا ممس. الشيخ علي الهاشمي مجتهد فقيه قال عنه دجال. تمام. اسمع بس الكلام. اسمع استاذ محمد، انت الان حاولنا معك ان تبرع عائشه التي برأها الله بالقران عندما عليه من الله دليل. الانبياء اتهموا بالدجل واتهموا بالانبياء. هذه ايها المسلمون، والله ما فعلت ذلك الا عمدا وما اسأت الادب. سألته سؤال، فالتمتع عندهم سنة شرعية، فسألته هل هذا في تمتع؟ الشيخ عدنان أرجوك رجاء. أنا ما قاطع رجاء. هذا الكلام ليس مدار البحث، وأنت تقول أنا أبو مدار البحث. أنا لا أقبل، أنت تقاطعني عندما تخرج، وأنا من حقي أن أقاطعك عندما تخرج من هذا المسجد. تفضل يا شيخ. تفضل. أنا لا أقبل هذا الكلام. عايز يهديك. عايز يهديك كل سبب العلم. اسمع العلة بس. هنسمع العلة. تفضل. أيها المسلمون، أرأيتم حميته لزوجة المهدي؟ أقل ما أقول ربما يكون مسلم بس مجنون. أرأيتم وأنا ماذا قلت؟ ما اتهمتها بالزنا. أنا قلت له هل فريضة عندك؟ لا تقاطع. لا أسمح. أنا ما أسمح. يعني تسمح بسبب يخرج عن نقطة البحث. أنا خارج عن نقطة البحث. لا خارج عن نقطة البحث. عندك من أدوات. لا خارج عن نقطة. أستاذ محمد، هذا الكلام هذا تهرب. الكلام هذا هروب من المناظرة. هذا تهرب من المناظرة. هذا هروب. المحور المناظرة محور علمي، هذا هروب من المناظرة. اسمعوا يا أخوان. اسمع التعليل يا شيخ صادق. اسمع التعليل. تفضل. أنا طرحت سؤال استبياني، لم أتهم معاذ الله، والله لو أخر من السماء ما أتهم. أما مجرد السؤال عن زوجة النبي ثار، يا ليته ثار. ليس لنا علاقة بهؤلاء الذين نحن قلنا كلمة. يا ليته ثار، لكن جلس هكذا لما سمع ذاك الوقت الحقير الخبيث ياسر وهو يتهم عائشة، فجلس هكذا. والله يا عمر لا يكون لي بينك وبينك شأن، لأنكم ما تحضروا المقاطع. جلس هكذا وقال إمامنا المهدي. دقيقتين. إمامنا المهدي منع. لاحظوا، إمامنا المهدي منع الكلام عن عائشة، لكن لما تكلمنا عن زوجة إمامه صار، وأنا ما قلت يأتي بأمر شرعي، صار وغضب وزمجر. أما على أم المؤمنين فما رأينا زوجة سيد قلنا فيها الذي أدعى أمير المؤمنين، وانتهت المسألة. وقعت في فخ يا سيد صادق، وقعت في فخ.
اي فخ وقعت في استاذ محمد؟ اي فخ نصب لك الشيخ فخا وقد وقعت فيه. لا والله اي فخ. نحن منهجنا واضح وصريح، وقلنا في الحلقات السابقه على ان الذي جرى لعائشه ونحن معتقدين به الذي فعله امير المؤمنين عندما خرجت لقتاله ارجعها باحترام الى دارها، وهذه وصيه النبي محمد صلى الله عليه واله حفاظا على كرامه النبي، لانها قد خالفت حتى الله سبحانه وتعالى، خالفت الله. الله امرها وقرن في بيوتكن، هي خرجت تقاتل امير المؤمنين، وامير المؤمنين ماذا فعل؟ لتقاتل امير المؤمنين. نعم قاتلت امير 20,000 يبقى مصر على تكفيرها برضه بسبب خروج على امير المؤمنين سلام الله عليه. هل عائشه مؤمنة في خارج من إيمان؟ هذا ليس هو كنا نبحث عن أصحاب النبي والتكفير. هذا أنا ليس أحكم. أيها المسلمون، أنا لست والله أنا قاضيا والله على هذا مؤمن وهذا كافر. لو سمحت، لم نخرج عن نقطة البحث. ليس السؤال الآن، عائشة هل هي مؤمنة في الجنة أم كافرة؟ تفضل. كنار من التكفيري. ما بيدي مفاتيح الجنة حتى. شفتوا؟ نسيتها بالبيت مفاتيح الجنة. حي الله. قبائل شمال سوريا حياها الله التي تراجعت عن التشيع عندما علمت حقيقة التشيع، استدرجوهم أول الأمر بكيس الرز وكيس السكر وبحب أهل البيت، فلما تبين زيت زيت في الكرتون. أيوة فلما تبين لهم طعنهم بأم المؤمنين لم نطعن منهجنا لم نطعن. هذا كلام باطل. أما أن هنالك أحاديث وصلت. أنا منهجي، أنت تخاطبني منهجي أنا شيخ عدنان، أنا منهجي أنا منهجي أنا مؤمن بالإمام أحمد الحسن الذي